نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. حركية كيعرفها فريق الرجاء الرياضي بقيادة سي جواد الزيات، الرئيس القديم جديد لفريق الرجاء الرياضي، وباشتراف كذلك ديال السي سعد الشعبي وابو شروان، واللجنة تشتغل برفقة الرجاء الرياضي حساوي. بالنسبة للميركاتو نعطيك الكلمة، عطينا التفاصيل بالنسبة للفريق النسور، لك الكلمة. أي طيبة لك أخي مصطفى وجميع المشاهدين والمشاهدات الأوفياء لراديو سبور ماروك. كما أشرنا صباح اليوم يعني في منشور راديو سبور ماروك وفي الحلقة السابقة ديال برنامج دردشة الرياضية، فالرجاء الرياضي أتم الإجراءات ديال التعاقد ديالو مع متوسط الميدان عثمان الشريبي، خريج الأكاديمية ديال محمد السادس، واللي يعني قضى الموسم الماضي رفقة نادي ميدز الفرنسي، ورجاوي قبل ذلك. الان سيعزز التركيبه البشريه للنسور، كيشغل المركز ديال المتوسط ميدان دفاعي. سبق له حمل القميص ديال المنتخب الوطني المغربي الاقل من 20 سنه. لاعب اخر يعزز التركيبه البشريه لنادي الرجاء الرياضي، حظى بالثقه ديال سعد الشابي وديال اعضاء اللجنه التقنيه اللي كتدبر الملف ديال التعاقدات. كينضاف لباقي الاسماء مصطفى اللي تم التعاقد معها، على غرار بانون، على غرار المكعازي، موزيس، بلال، كذلك ولد الشيخ، المهاجم ديال فتح الرباطي مولوع. هادو يعني لاعبين، يمكن تنسى شي اسم اخر ولا شي حاجه. حارس المرمى حسناوي، الحارس المرمى العلوي كبيري. ميركاتو الرجاء لم ينتهي بعد، كيسولوا بزاف الاخوان على اللاعب ناسك في هذه اللحظه مازال ما كاين عليه حتى شي حاجه اللي هي رسميه، لا يوجد اي اتفاق. واعتقد ناس الرجاء الرياضي لو ان اللجنه التقنيه حسمات بصفه نهائيه في الاختيار ديال ناسك، ثق بيا غادي ياخذوه، لان حتى القيمه يعني اللي كيطلب الراك ماشي قيمه اللي هي كبيره ماديه بزاف. هو نقاش داخل فريق الرجاء الرياضي الان حول يعني اللاعب والقيمه اللي يمكن يقدمها الفريق. الان مازال ما كاين حتى شي حسم نهائي. اكيد الرجاء دخلت في مفاوضات كتناقش اللعاب مع الفريق ديال الراك، ولكن شي اتفاق نهائي او شي حاجه مازال ما كاينش. بالنسبه للسي حسناوي، غير جوج لاعبين نتكلموا عليهم وعطينا التوضيح بخصوص هاد اللاعبين، اللاعب الضحاك واللاعب ابريغو. بصف عيل بالنسبه لابريغو، ابريغو عكس ما تم الترويج ليه ما وضعوش المدرب لسعد الشابي في قائمه المغادرين. لاعب ابريغو بناء على المعطيات اللي خديناها مصادر مقربه من فريق الرجاء الرياضي، فاللاعب مازال لحدود اللحظه وضعيته ما تحسماتش سواء بالبقاء او بالرحيل. يعني مازال غادي ياخذ يعني لقاءات وديه اخرى عاد باش يوقفوا على الامكانيات ديالو. هذا من جهه. من جهه ثانيه كيشوفوا يعني لا كان شي اجل اخر اللي يمكن يعطي القيمه المضافه للنادي في هذاك المركز، يعني اللي الان غادي يخدموا عليه العمليه الفسخ ولا فك الارتباط. هو اللاعب ساخو الدور الان عليه هو ومحسن بداو معاهم النقاش، بداو المفاوضات باش يتوصلوا معاهم لواحد الاتفاق نهائي حول صيغه فك الارتباط. الضحاك قبل ايام كان دار واحد الصوره غزل بها مسؤولي فريق الجمهور ديال فريق الرجاء الرياضي. الاكيد كيبقى لاعب متميز متألق، شاهدنا رفقه المنتخب الوطني المغربي الاقل من 22 سنه في الدوره ديال شمال افريقيا، يعني كان هائل اللي كانت لعبات في مصر. شاهدنا رفقه المنتخب الوطني من بعد كذلك في البطوله ديال افريقيا اللي جرات بدورها كذلك في القاهره. مطلب ماشي ديال الرجاء، مطلب ديال جميع الانديه كيبقى لاعب متمرس وبقيمه كبيره، ولكن لحدود اللحظه ما كاين حتى شي اتفاق مع مسؤولي الاتحاد توارقا بهذا الشان المتعلق يعني بالميركاتو ديال الفريق. مازال مصطفى يعني الميركاتو مستمر، يكونوا اسماء اخرين اللي يقدر يعزوا التركيبه البشريه لنادي الرجاء الرياضي. بالنسبه لسي حسناوي، اللاعب بعدي مستمر رفقه الرجاء الرياضي. اللاعب بعدي يعني كان نقاش معاه بخصوص المستقبل ديالو رفقه الفريق. كل كيعرف ان الموسم الثاني اللي عند بعدي محكوم بالمردوديه، يعني الا ما لعبش واحد العدد كبير ديال المقابلات المنحه ديالو غتكون طايحه. هذا واقع. الان القرار النهائي لم يتخذ بعد بكل صراحه. اذا هذا بخصوص كما قلت نقدروا مصطفى هما الان تيشوفوا لان كاينه امور ماديه كتناقش، التكلفه ديال الفسخ، الصيغه ديال الفسخ والبديل ديالو كذلك، واش كاين شي دوبلور اخر اللي بالنسبه لهم وارد او لا ما وردش. نعم.
اذا مشكور هذا بالنسبه للخصوص كما قلت الانتقالات او الحركيه اللي كيعرفها فريق الرجاء الرياضي. وكما اشار الحسناوي كما اشرنا كذلك ان باب الانتقالات لم تقفل بعد، فالرجاء الرياضي والرئيس ديالها والمكتب المسير بصدد كذلك مناقشات او مفاوضات مع لاعبين اخرين وحد موفق للنصر. إذا سي حسناوي الحكم اسماعيل الفتح اللي غادر كذلك الكل كيقول علاش غادر كذلك علاش غادر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. كاين بعض الناس كيقول لك بدي كان ما لقاش أرضية باش يشتغل، وهذا الشيء اللي هو خطأ حسناوي غير صحيح. عطينا انت الأسباب شنو هي سي حسناوي المباشرة اللي خلات اسماعيل الفتح يغادر، لأنه جا باش يدير واحد التقييم للتحكيم المغربي، ولكن لظروف ما فهو اللي خلاته يغادر يعني المغرب. لك الكلمة. تحية طيبة لك أخي مصطفى مجددا وجميع المشاهدين والمشاهدات الأوفياء راديو سبور ماروك. فالأكيد كثير من الأسئلة توصلنا بها بخصوص الأسباب اللي دفعت اسماعيل الفتح الحكم المغربي اللي كان بالولايات الأمريكية المتحدة الراحل. كما كيعرف الجميع مصطفى، هذا الحكم كانت الجامعة الملكية لكرة القدم صدرت واحد البلاغ نهاية الموسم الماضي، قالت لك تمت الاستعانة بالخبرة ديال الحكم المغربي سي اسماعيل الفتح باش يدير لنا واحد التقييم شامل للمنظومة ديال التحكيم ويرصد لنا فين كاينين يعني النقاط الخلل، وهذا بغية تطوير التحكيم ديالنا. جا دار هذا العمل، خدم اشتغل بالتنسيق مع السي رضوان جيد وبوشعيب الحراش، وخدموا داروا واحد العمل جبار بزاف. هادشي كله مصطفى راه موثق. ملي خدم داك التقرير ديالو عطى داك العمل ديالو للناس الجامعه الملكيه لكره القدم والمسؤولين ديال التحكيم اللي دون فيه الملاحظات والاشياء اللي واجب يعني الاصلاح ديالها ومنهجيه ديال الاشتغال وهذا الى غير ذلك. عطاهم داك الملف وهذاك، وكان واحد العمل ميداني كما قلت لك اللي خدم فيه حتى مع السي رضوان جيد والسي حراش. ملي سال هذه المهمه ديالو قالوا مودي انا صافي المهمه اللي دابا راه خصنا نرجع للولايات الامريكيه المتحده. انا هو مصطفى عاش بزاف في الولايات الامريكيه المتحده، طلب منه الجامعه الملكيه الحات وطلبوا منه باش يبقى ويستمر فهذاك العمل ديالو. قولي دابا ساليتي معنا هذه المرحله ديال التقييم، الله يجزيك بالخير. بغيناك انت تجلس ونمشيو في هذا المشروع ديال تطوير التحكيم وتزيد تشتغل مع الاخوه اللي عندنا هنا وننزلوا هذاك المخرجات اللي عطيتينا ودوك المقترحات على ارض الواقع. يعني هذه مصادرنا قريبه من الجامعه الملكيه لكره القدم، يعني كان واحد الالحاح كبير من طرف مسؤولي الجامعه باش يبقى اسماعيل الفتح، ولكن هو اعتذر قال لهم عندي التزامات عائليه ما يمكنش نبقى في المغرب هنا. كتعرف مصطفى وجرى الدخول ديال المغرب كان عرف واحد الفتره نقاهه لان كان خضع لواحد العمليه جراحيه على ما اعتقد، وجا كانت عنده واحد الفتره ديال النقاهه وهذا ورفع. ما باش ما نبقاوش مصطفى بعض المرات دوك كيما شرطين تنشكر دوك التاويلات كتعطى يمينا وشمالا، ولكن نعرفوا على الاصل ديال المصدر ديال الخبر وديال المعلومه. السيد دار عمليه تقييم، عطى المخرجات ديالو، داك الشيء اللي جا من اجلو دارو، طلبوا منه باش يبقى يشرف هو على ديك العمليه ديال تنزيل هذوك المخرجات، ولكن هو اعتذر. قالوا ما خص يرجع للولايات الامريكيه المتحده وما نتمناو له الا التوفيق والسداد ان شاء الله الرحمن الرحيم. السي مصطفى والسي حسناوي كنظن بان كما قلت المصادر المقربه ديال راديو سبور ماروك وضحت يعني الاسباب ديال المغادره ديال اسماعيل الفتح اللي يتمنوا ليه بهذه المناسبه التوفيق. اذا ما تم تداوله وتم يعني بعض المواقع كنظن بانه ماشي كنظن فهو خاطئ، ماشي السبب ديال المغادره. الناس كيقولوا بدي كاين اسباب اخرى اللي هي ارضيه اللي غير صالحه بالنسبه لهم بالنسبه للمواقع اللي كتبوا، ولكن كما قلت المصادر ديالنا اللي كتكون مؤكده وحقيقيه اكدت بان اسماعيل الفتح فلاسباب عائليه ولاسباب كذلك كما قل اشرت حسناوي انسان اللي هو عاش تقريبا واحد مده طويله في امريكا، وكتعرف بانه ولا بدل انا خصو يبدل الحياه ديال كله ديال العائله ديالو ديال الاولاد ديالو ديال بزاف ديال الامور. وكتعرفوا الاخوان ملي كيكون شي واحد في الجاليه ولا شي حاجه وكتكون عنده واحد لو بوست عنده في المغرب ولا شي حاجه، راه ربما كيخلي سواء غادي يخلي العائله ديالو تما ويبقى في المغرب او سواء غادي تبدل
دو ا زد، وهذاك الشيء كيكون صعيب وصعيب جدا. حنا على العموم حنا اللي كيهمنا ان شاء الله الرحمن الرحيم نتمنوا ليه التوفيق، وان شاء الله نتمنوا التحكيم المغربي الاستثنائي ان شاء الله الرحمن الرحيم يرجع الواجهه ويرجع بواحد الشكل اللي هو قوي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.